في ستات لما بتفكر بتجيب عليها وطيها وتضيع نفسها وتضيع كل اللي حواليها، وده اللي حصل مع السيدة اللي موجودة في دلجة في المنيا اللي قتلت جوزها وعياله. ايه اللي حصل؟ ان الراجل كان متجوز الام ومخلف 6 ولاد، حصل بينهم مشاكل، سابوا بعض، فقرر او مش سابوا بعض، يعني قرر ان هو يتجوز عليها الزوجة التانية. وبعد 4 شهور رجع لزوجته الاولى ام العيال. فطبعا الزوجة التانية ما عجبهاش الموضوع، ما عجبهاش اللي بيحصل، فقررت تجيب عليها وطيها. راحت حاطة السم في العيش ومقدمة لهم العيش. اللي مات او اللي اتسم يعني الاب والاولاد، واللي نفد من الجريمة دي الام، يعني اللي مرت طبعا بحالة سيئة، نفسية سيئة، ودخلت مستشفى الامراض النفسية والعقلية بسبب طبعا اللي حصل ليها. كل اولادها ماتوا وجوزها مات. لكن الزوجة التانية كانت متوقعة ايه؟ يعني راجل متجوز ومخلف 6، متوقعة ايه؟ متوقعة الزوجة التانية هل الراجل مثلا مش ممكن في يوم من الايام يرجع لمراته، يرجع لعياله، يرجع لحياته الطبيعية؟ ولا انت كنت متوقعة ايه؟ يعني كنت متوقعة ايه اللي هيحصل؟ هيقسى قوي كده على مراته وعلى عياله ومش هيعبرهم ولا عمره هيفكر فيهم؟ يلا، يعني المهم ان هي تاخد مصيرها المستحق من الجريمة دي.